السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ آآ قد يبدو عليَّ إن أنا مبسوط كده وفاتح الفيديو ده مبسوط، مبسوط بفضل الله طبعًا، يعني ما فيش شك إن الواحد لازم يكون مبسوط بنعم ربنا عليه سبحانه وتعالى، بس اللي مخلّيني مبسوط أكتر هي القرارات اللي الواحد بياخدها في حياته الفترة الأخيرة يعني، اللي بيشوف البوستات اللي أنا بانزّلها يعني عارف إن أنا الفترة الأخيرة عملت عملية ليزك، من أسبوع كده عملت عملية تكميم، كان المفروض ده بقى اللي بيخلّيني باضحك. كان المفروض إن أنا أعمل كام فيديو كده عن تجربتي مع عملية الليزك، فأنا قُلت أستنى شوية لمّا الموضوع إيه، يعني لمّا يعدّي مثلًا شهر على العملية كده وأشوف النتيجة بتاعتها عاملة إزاي، فإذ فجأةً ألاقي نفسي باعمل إيه، عملية التكميم، فما لحقتش أعمل تجربتي مع عملية الليزك، فالمفروض إن أنا دلوقتي أعمل تجربتي مع عملية التكميم، بس إن شاء الله هنعمل الاتنين يعني، بس اللي أنا عايز أقوله من الفيديو ده يعني ما تأجّلش تحسين نفسك. أو ما تأجّلش إنّك تخلّي حياتك أحسن بأي شكل، يعني طول ما في إيدك وطول ما متاح معاك إنّك تغيّر حياتك للأحسن، اعمل ده فورًا، يعني ما تتأخّرش لحظة في ده، ليه بقى؟ يعني يُنسب قول للإمام علي رضي الله عنه، مش عارف هو اللي قاله والّا لأ، بس يُنسب القول ليه يعني وإن كان معنى القول صحيح، اعمل لدنياك كإنّك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدًا. فأنت حسِّن من نَفْسك كل يوم على أساس يعني أنت كل يوم خلّي في تحسين في حياتك على أساس إن حياتك دي ممتدة للأبد، أنا هاعيش للأبد، فأنا مش هينفع أعيش بكرشي ده للأبد، أنا لازم آخُد قرار في حياتي يخلّيني أغيّر الوضع ده، أيًا كان بقى الوضع اللي أنا فيه، أنا باشرب سجاير، أنا مش هينفع أعيش طول حياتي باشرب سجاير، أنا لازم أغيّر الوضع ده، ليه لازم أغيّره؟ لإن أنا هاعيش كده طول حياتي، فأنت خلاص أنت ساستم حياتك إن أنت هتعيشها للأبد. وفي نفس الوقت أنت هتموت غدًا، يعني في نفس الوقت أنت لو ما عملتش ده النهارده مش هتعمله، لإن أنت بُكرة هتموت، فأنت أي قرار هتاخده في حياتك أو أي حاجة هتحسّن حياتك، خُد القرار ده بمنتهى السرعة، بس فأنا عامل الفيديو ده في ربط كلام كده، إحنا إن شاء الله بإذن الله هنعمل فيديو أو هنعمل كام فيديو كده عن تجربة عملية الليزك وإيه إيه اللي اتغيّر في حياتي بعد ما عملتها، وهنعمل برضه كمان كام فيديو عن عملية التكميم وإيه يعني إيه الحاجات اللي حصلت في حياتي خلّتني آخُد القرار ده، ولمّا خدت القرار ده وعملت العملية إيه اللي اتغيّر في حياتي. طبعًا ده مش هيبان في أول أسبوع من العملية، بس إن كان يعني الواحد حاسس بتغيير، بس طبعًا ده مش هيبان من أول أسبوع، إحنا مع بعض، إحنا مش هنروح في إحنا مش هنسيب بعض إن شاء الله. ف هنعمل ده إن شاء الله وهنعمل ده، وحاجات كتير بقى الواحد محتاج يتكلّم عنها الفترة الجاية بإذن الله، سواء في الدنيا أو في الدين أو في العلم أو في التعلُّم أو في الإنتاجية أو في تطوير الذات أو في تطوير النَفْس، فالفترة الجاية هتبقى فيها فيديوهات حلوة إن شاء الله، بس الفيديو ده إيه، فتح كلام كده عشان أنا بس بقى لي كتير ما اتكلّمتش قدّام الكاميرا وما فتحتش الكاميرا يعني، بس، فدعواتكم إن شاء الله بالتيسير واستنوا بقى الفيديوهات اللي جاية غيّر حياتك، يعني غيّر حياتك للأحسن بقدر المستطاع. كل خطوة تقدر تمشيها اتجاه تطوير نَفْسك وتحسين نَفْسك وتحسين حياتك اعملها بلا تقاعُس ولا تأخير، استشير واستخير وتوكّل على الله. السلام عليكم ورحمة الله.